معانا صدر فرخة هنقطعه مكعبات. قطعناها مكعبات اهي. معانا هنا معلقتين زيت زيتون، ننزل بالفراخ بتاعتنا على طول. نديها تشويحة، نشوحها كده، نديها شوية فلفل أسمر لحد ما تستوي معانا. كده الفراخ استوت بتاعتنا، هنركنها على جنب. معلقة زيت كمان في نفس الحلة. معانا معلقة دقيق كبيرة نشوحها. زي ما انتم شايفين كده الدقيق اتحمص شوية، ننزل عليه باللبن، نقلب شوية. بالمضرب هنضربها كويس، نخلط كل المكونات مع بعض. معايا مكعب مرق دجاج، ومعايا نص كوباية كريمة خفق، زي ما احنا شايفين الكريمة كده. ننزل عليها بالفراخ، نقلبهم مع بعض. طبعا مستحب ان احنا نديها مشروم، بس للاسف مفيش مشروم وغالي اليومين دول، فهنكتفي بالفراخ كده. يعتبر الصوص بتاعنا جاهز خلاص. معانا ميه سخنه بتغلي، معلقه ملح، كده نحط المكرونه. نسيب المكرونه كده لحد ما تنزل لوحديها في الميه. ندي رشه جوز الطيب، بشره كده خفيفه، تديها ريحه حلوه وطعم حلو. اللي ما بيحبهاش مش مشكله يعني. كده زي ما احنا شايفين المكرونه نزلت لوحديها. نبدا دلوقتي نقلبها بقى، نسيبها تستوي. كل كيس مكرونه مكتوب عليه مده السلق بتاعته. كده المكرونه بتاعتنا استوت، ننزل بيها، نصفيها ونحطها في الصوص. انا خدت شويه ميه من سلق المكرونه افك بيها الصوص بس. وهنزل بالمكرونه اللي اتسلقت واتصفت. المكرونه انا ما بردتش عليها وما حطيتش عليها زيت، لان لو حطينا عليها زيت بيقفل المسام بتاعتها، مش بيخليها تشرب من الصوص. كده خلاص المكرونه جاهزه على الغرف. نبدا نغرف طبق الغرف بتاعنا. شويه جبنه على الوش، اي نوع جبنه، شيدر، رومي، اللي هو فيه برميزان يعني، بس فين بقى. كده الطبق بتاعنا جاهز.